يا الله، نجحت من السادس إعدادي. بس دقيقة، يا قسم أروح آداب وتربية. دائما هذا السؤال يجي على أي شخص حاب يروح جامعة ويظل بحيرته، بس وياك ساري بعد ماكو أي حيرة. يلا نشوف شنو الفرق والنقاط التشابه بين الآداب والتربية. نقاط التشابه: أول شيء التربية والآداب تقبل خريجين الفرع الأحيائي والتطبيقي والأدبي. 2. التربية والآداب دراستهم 4 سنوات. ستوب. طبعا هنا اللي حتلاحظون فرق بصوتي كلش هواي وهاي هواي هواي كلش هواي فرق بين المتحمس وبين الهادئ، لأن سجلت البداية وبعدين سجلت المقطع الثاني اللي هو بالنقطة الثالثة بعدين. فاعطوني رأيكم يا ولا أحلى، أي من الهادئ لو أي من المتحمس. 3. التربية والآداب تخرج مدرسين. 4. التربية والآداب أكو تشابه أقسامهم، مثلا التربية عندها قسم عربي والآداب عندها قسم عربي وهكذا. 5. التربية والآداب عند التخرج راح تحصل شهادة. واو، أبغى ما يتخرج من الآداب راح أفتح جمبر مال فلافل. لا حبيبي، إن شاء الله بس تخرج درب العمالة ينتظرك. شنو الفرق بينهم إذا هم هيك يشابهون؟ بكل بساطة الآداب كانت أقوى من ناحية التعيين بدوائر دولة، بس هسه اختلف الوضع. صارت التربية هي المرغوبة من ناحية التعيين بدوائر دولة. بمعنى آخر، لو كنت أنت خريج آداب وصاحبك خريج تربية واثنينكم نفس القسم واثنينكم طلعتوا نفس المعدل وقدمتوا على التعيين، ففرصة صاحبك راح تكون أعلى من عنده، لأن الدولة هي محتاجة خريجين تربية. طبعا هذا الشيء مو دائمي، أي لحظة يتغير ويجوز على أي لحظة يقومون يردون خريجين آداب أكثر. بس حاليا بتاريخ 2024 الشهر الرابع يوم 18 هذا الموجود. زين، بس هذا الفرق الوحيد اللي بينهم. لا طبعا كل قسم له مميزاته وعيوبه، بس ما اقدر اتطرق لهم كلهن. فنقول الاساسيات هي المناهج. تختلف بعض الاحيان الاداب اصعب من التربيه، ومرات اقسام بها التربيه اصعب من الاداب، فانت اسال على القسم ودراسته الطلاب اللي درسوا به على مود تعرف صعوبته. وبالنسبه للتطبيق في المدارس، فالتربيه بها تطبيق كل مدرسين بالمدارس، أما الآداب ما بيها هالشي. حاول تلخص القسمين بشكل كلش بسيط على مود لا أداوقكم، وأتمنى وصلت لكم الفكرة عن القسمين. يعني القسمين واحد أحلى من الآخر، واثنينهم انتجوا أجيال جابت آلاف الأجيال. أتمنى بعد ما شفتوا المقطع عرفتوا ايش ترحون ياهو اللي يناسبكم. لا تنسون تشتركون تكتبون بالتعليقات شو تريدون يكون المقطع الجاي، وهي أفضل تعليقات من المقطع الراح. يلا تشاو.